وحسرته وحسرته على أرواح المسلمين ودمائهم. كم من الآلاف سيموتون، كم من الأطفال سييتمون، كم من النساء سيترملن. ليس الحال كما تتصورين يا أماه، فجيوش الخلافة أضعاف جند المأمون، ومتى بدأت المعركة لن تطول أكثر من ساعات ويقع المأمون في يدي. لا حيلة في رد القضاء، ولكني أطلب من الله اللطف فيه. يا بني، أطلب منك أن ترعى أخاك في كل الأحوال. لن أناله بسوء. وأحذرك أن تترك جنودك ينالون منه. لا تقلقي. ولا تنسى أن المأمون ابن الرشيد، ولا تنسى أنه أخوك. إياك والانتقام منه أو التشفي فيه. وددت لو كان لي بعض الحب الذي تكنينه له. كم يحز في نفسي أن تقاتله ويقاتلك. سوف يخسر الحرب التي بدأها. سيخسر كلاكما، فالهزيمة تلحق بالمهزوم والمنتصر في نفس الوقت. بدأت الحرب بين الأمين والمأمون تلوح في الأفق. هذا ما دفعني إلى الحضور إليك. ليتني أستطيع أن أفعل شيئا لإيقاف هذه الفتنة. الأمين يجلك ويحسن الاستماع إليك. ذهبت إليه أكثر من مرة ونصحت له بما يرضي الله ورسوله، ولعل المأمون هو الآخر يجد من يخلص له النصيحة. البطانة حول الأخوين تشعل نيران الحرب، تدفعها المخاوف والمصالح، ولا غيرة عندهم لما يصيب الإسلام والمسلمين. ما عدنا نملك إلا الدعاء لعله يرد القضاء. أغلب الظن أن الحرب قادمة لا محالة، والناس موقنون بذلك، وهم يسارعون إلى شراء السلاح استعدادا للقتال. أكثر من واحد سألني عن حكم الشرع في بيع السلاح وشرائه في ظل الظروف بين الأمين والمأمون. وبما أفتيت السائلين؟ أفتيتهم أن مثل هذا العقد باطل ولا يترتب عليه التزام. تبطل عقدا توافرت شروط صحته؟ ليس لك ذلك يا ابن حنبل. أخذت بمصلحة الجماعة. وبما تفتي من يبيع العنب لرجل يغلب عليه الظن أنه يصنعه خمرا؟ أقول بنفس الرأي، العقد باطل ولا يترتب عليه التزام. وما أساس البطلان؟ سد الذرائع وإغلاق أبواب الفتن والفساد. وهل أنت على يقين من أن شاري السلاح سوف يستخدمه في إثارة الفتن، وشاري العنب سوف يصنعه خمرا؟ هذا ما يغلب على الظن في إطار الظروف والأحوال. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الأحكام يا ابن حنبل تبنى على الظاهر، أما النوايا فمردها إلى الله سبحانه وتعالى. رأيك هذا يا شافعي يسقط من حسابه مصلحة الجماعة وسلامتها. مصلحة الجماعة في الوفاء بالعقود وعدم إبطالها بالنوايا. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فمتى توفرت شروط العقد لا يجوز إبطاله. أتعرف أن الإمام مالكا كان يأخذ بمبدأ سد الذرائع، وكان يرى تحريم ما يدفع إلى الحرام وإن لم يكن حراما في ذاته؟ أعرف رأي شيخ مالك في هذا الأمر، ولكني أختلف معه، وأميل إلى ما يراه الإمام أبو حنيفة من تضييق باب إبطال العقود حتى تستقر المعاملات ويطمئن الناس.
تعلمين ما يحدث يا مولاتي؟ ما الذي حدث يا لؤلؤة؟ جيوش مولاي المأمون دخلت بغداد. دخلت بغداد؟ وكيف دخلوا؟ وجيش الأمين أضعاف أضعافهم. يقولون إن جند الأمين أفسح الطريق لجيوش المأمون، حتى إذا دخلوا بغداد أغلقوها عليهم وقتلوهم عن آخرهم. إذن فهذا شرك أوقعوهم فيه. وحسرتاه على أرواح المسلمين. تذهب هكذا بلا ثمن؟ نسأل الله أن يلطف في قضائه ويرحم المشاركين في هذه الفتنة. وكيف يلطف ويرحم وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. لا تقلقي يا مولاتي، فكفة ولدك الأمين هي الأرجح وجنده هم الأقوى. لا أقلق على ولدي، إنما أخاف على المأمون عندما يحاصرون جيشه ويمسكون به ولا يجد مكانا يهرب إليه، فبغداد كلها تحت قبضته. انتهى الأمر وما عاد أحد يقدر أن يفعل شيئا. لا، بوسعي إنقاذ المأمون من أخيه. أريد رسولا على الفور يذهب إلى معسكره يحمل رسالة مني إليه. أذهب أنا لو شئت، فماذا تريدين أن تقولي له؟ قولي له إذا ضاقت به السبل وانغلقت الأبواب بوسعه أن يلجأ إلي لأكفل له الحماية وأمنع أخاه من المساس به. وهل يقبل مولاي المأمون الفرار من المعركة؟ ما أخشاه ما بعد المعركة. أخاف أن يقتله جند الأمين. اذهبي يا لؤلؤة، اذهبي، أفلم يعد هناك وقت؟ سيدتي اذهبا من هنا، فالقتال بدأ داخل القصر. لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا حدث؟ انتهى الأمر وقتل. قتل؟ من الذي قتل؟ من الذي قتل؟ الخليفة الأمين. الأمين؟ ولدي! 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 قتل الأمين يا ابن حنبل، قتل الأمين. أقصد المأمون. بل الأمين أمير المؤمنين، قتله جنود المأمون الذين اقتحموا القصر وأعملوا فيه سيوفهم. ما كان أحد يتوقع النصر للمأمون. جنوده من الفرس أخلصوا له، بينما رجال الأمين خذلوه وتخلوا عنه. ما أعجب ما يحدث هذه الأيام يا شافعي. يقتل الأخ أخاه. يقولون إن المأمون لم يقصد قتل أخيه، ولكن الزمام أفلت وصارت الخلافة للمأمون بغير منازع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. أعرف أنك كنت تحب الأمين. كنت آخذ عليه بعض تصرفاته، ولكني كنت أرتاح إليه لأنه عربي الأصل والاتجاه. والآن أشعر أن مقتله انكسار للعرب. لا تقلق يا شافعي، لا ينكسر العرب أبدا. الفرس هم الذين جاءوا بالمأمون إلى الحكم، وهم جيشه الذي دخل به بغداد. أتحسبهم لا يطلبون ثمن ما قدموه؟ وهل يتردد المأمون في رد الجميل لهم؟ لا تفزع يا شافعي، لقد حاول الفرس السيطرة في عهد الرشيد، ولكنه أطاح بالبرامكة وقضى عليهم. أترى المأمون يفعل ما فعله أبوه، أم تراه يستسلم للفرس بوعي وبغير وعي؟ ما سمعته عن المأمون أنه واسع الثقافة والإدراك، مطلع على مختلف العلوم. ذلك ما يثير المخاوف. تتلمذ في صباه على بعض أصحاب الكلام، وأخذ بنصيب من ثقافات الفرس واليونان.
ما يهمني يا شافعي موقفه من ذوي الأهواء وأصحاب الكلام. هل يطاردهم كما فعل أبوه وأخوه، أم يتخذ معهم موقفا آخر؟ المأمون كان يتعاطف مع بشر المرسي وأصحابه عندما كان يدور الحوار في مجلس رشيد. واستطعت يا شافعي ومعك بعض علماء الحديث أن تستنزل غضب الرشيد عليهم، واستمر الحال في عهد الأمين، فلما لا تستكمل مسيرتك؟ لماذا لا تبادر معي يا ابن حنبل بالذهاب إلى المأمون لتبصرته بمخاطر أصحاب الكلام؟ هو بالتأكيد يعرفك ويسمع عنك. عاهدت نفسي يا شافعي ألا أتردد على مجالس الحكام. أنت أولى مني بهذا الأمر وأقدر عليه. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جئت أخذك إلى مقر الخلافة، فليس هذا هو المكان اللائق بزبيدة زوجة الرشيد. تركت لك أبهة القصور وجئت إلى هنا أستنزل الرحمات على ولدي الذي قتلته. ما أنا الذي قتلت الأمين، قتله بعض الجنود رغما عني. قتلوه تقربا إليك واسترضاء لك. يعلم الله يا أماه. لست أمك، لست أمك، أنا أم الأمين. يرحمه الله ويغفر لي وله. يعلم الله أن الأمور أفلتت مني حتى وقع قضاء الله ولا رد لقضائه، وقد عاقبت الذين قتلوه. أولى لك أن تعاقب نفسك، أولى لك أن تعاقب نفسك، ولكن حذرتك من حرب أخيك، ولكنك تماديت في الخلاف معه. هو يا أماه الذي بدأ الخلافة وأشعله. لو كان هو الذي انتصر عليك ما فعل بك ما فعلت به. أعذرك فيما تقولين، ولكني أناشدك العودة إلى القصر. لا، تركت لك القصر والملك. كلما حرقت أخاك من أجلي جئت إلى هنا أستشعر ملكوت الله وحده.
ما يشغلك يا ابن حنبل؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أسجلها كي أنسخها في كتابي المسند. إن صح الحديث فهو مذهبي، ولهذا أطلب ما عندك يا ابن حنبل. أعطيتك كل ما عندي يا شافعي، وكلما كتبت جديدا أرسلت به إليك قبل أن تطلبه. الحمد لله، شكرا لله وشكرا لك. إنما جئتك في أمر آخر. خيرا إن شاء الله. المأمون بعدما تولى الخلافة أرسل يطلبني إليه. هكذا فعل معي أيضا، وأرسل رسولا يدعوني إليه. ذلك ما توقعت، ولهذا جئت إليك كي نرتب الأمر سويا ونذهب إليه. لكنني اعتذرت عن الذهاب إليه. ولما يا ابن حنبل؟ يا شافعي، أنت تعرف أنني لا أحب التردد على مجالس الخلفاء والأمراء، فهم يأخذون من دينك أكثر مما تأخذ أنت من دنياهم. ولكن المأمون خليفة جديد، وأراد أن يبدأ عهده بالاستماع إلى الفقهاء والعلماء. وماذا يريد منهم؟ النصيحة يا ابن حنبل، الدين النصيحة. ذلك عذر يتعلل به الخلفاء والأمراء. الحلال بين والحرام بين، والطريق إلى مرضاة الله واضح ولا غموض فيه. هذا حق، ولكني كنت يا شافعي، الخلفاء يطلبون العلماء حولهم طلاء يستر مفاسدهم، وجسرا يعبرون به إلى محبة العامة ورضاهم. لو أن العلماء قطعوا مجالس الخلفاء فلن يبقى حولهم غير الجهلاء والسفهاء. أنا لا أفهم كيف نطلب من الحاكم الإصلاح والعدل ثم لا نعاونه ونحثه على ذلك. يا شافعي، بوسعك أن تذهب أنت إلى المأمون، أما أنا فلن أذهب إليه. أنا لا أملك إلا الدعاء لولاة أمورنا أن يسدد الله خطاهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد. أضحى إمام الهدى المأمون منشغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل. الله ما شاء الله ما شاء الله. ما بك يا شافعي؟ أراك لا تستحسن الشعر. ما دام الشعر يعجب أمير المؤمنين فلا أقول فيه شيئا. لا، أنت شاعر يا شافعي، وكم يهمني أن أعرف رأيك فيما سمعت. الشاعر يجعل أمير المؤمنين منشغلا بالعبادة والصلاة، لا يشغله شيء آخر. وماذا في ذلك؟ أمير المؤمنين مسؤول عن رعيته، وهو في مكان عمر بن الخطاب الذي كان يقول: لو عثرت بغلة في أرض العراق لسئل عنها عمر يوم القيامة. الأخذ بالدين يجمع كل الفضائل. ذلك حق، ولكن الأفضل أن تجمع لأمير المؤمنين الدين والدنيا معا. هما لا يجتمعان. بل جمعهما جرير في قوله: فلا هو في الدنيا مضيعا نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. أحسنت يا شافعي، أحسنت. كم أحب اختلاف الرأي وأرتاح للحوار. إن غلبة الحجة عندي أحب إلى قلبي من غلبة القوة. هذا يا أمير المؤمنين ما يدفعني إلى التماس العفو عن جماعة علماء الكلام المطاردين والهاربين. إنهم أصحاب حجة ورأي يا مولاي. أية جماعة تقصد؟ جماعة بشر المريسي يا مولاي، لقد غضب عليهم الرشيد ومن بعده الأمين رحمهم الله، وحان الوقت يا مولاي لتعفو عنهم. لو علم الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالذنوب. هؤلاء يا أمير المؤمنين لم يرتكبوا ذنبا، ولكنهم كانوا يعملون عقولهم ويتحدثون بأفكارهم وآرائهم. ليس كل ما يقال خيرا يا أمير المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام:
وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ كأنك تعترض على العفو عنهم يا شافعي. إن الله يغفر الذنوب جميعا يا أمير المؤمنين، ولكن التوبة أول شروط العفو، فليعلنوا توبتهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هؤلاء يا أمير المؤمنين لا يرون ذنبا فيما يقولون حتى يتوبوا عنه. بل هو من أعظم الذنوب يا أمير المؤمنين. نجيء بهم لنحاورهم، فإن غلبتهم أخذنا برأيك، وإن غلبوك عفونا عنهم. عدنا إلى بغداد وانتهى زمان النفي والتشريد. كم أوحشتنا دارك يا راشد. ألم أقل لكم إن المأمون واسع الفكر، يقدر حرية العقل ولا يضع القيود على الرأي. سمعت أنه ينوي إرسال البعوث لترجمة كتب اليونان والهند. سوف يعلو صوتنا وتنتشر أفكارنا، بينما يتوارى علماء الحديث والأثر ويسقط أنصار الاتباع والتقليد. لا تتعجلوا النتائج قبل حدوثها. صحيح أن المأمون عفى عنه، ولكنه لم يسقط من حسابه أصحاب الحديث والأثر، ولقد حدد موعدا للمناقشة والحوار بيننا وبينهم ليعرف من على حق. وهل تشك في أن غلبة الحجة ستكون لنا؟ المنطق والعقل لا ينهزمان أبدا أمام دعاة التقليد والاتباع. لا تنسى أن بينهم علماء قادرون على الحوار. علمهم ينحصر في الكتاب والسنة، فإذا خرجوا عن هذه الدائرة تخبطوا وانكشفت ضحالة فكرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أنت يا بشر؟ أين أنت؟ حسبناك تركتنا وذهبت إلى جماعات الحديث والسنة. ما بك يا بشر؟ ما وجدت ابنتي ولا زوجتي، ولا أعرف أين أجدهما. أما ذهبت إلى العنوان الذي تركته لك في البستان؟ ذهبت إليه فلم أجدهما، كانتا تقيمان فيه ثم تركتاه منذ شهور. كان عليهما أن تتركا عنوانهما الجديد في البستان، ولكنهما لم تفعلا. لا أعرف أين هما الآن، أخشى أن يكون أصابهما مكروه. لا تقلق يا بشر، لا تقلق، فسوف نتفرغ جميعا للبحث عنهما. من يدري، ربما غادرتا بغداد إلى مكان آخر. نبحث عنهما في كل مكان، وإنما علينا الآن أن نستعد للمناظرة مع أصحاب الحديث والأثر التي تنعقد في مجلس المأمون. أصول الفقه هي العلم الذي يقودنا إلى استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقواعد الشريعة كما نعلم تحدد التكاليف في 5 أشياء، وهي واجب ومحظور ومسنون ومكروه ومباح. ما حكم كل واحد من هذه الأشياء ال5؟ الواجب هو ما نسميه الفرض، وهو ما يستحق العقاب على تركه. أما المحظور فهو ما يستحق العقاب على فعله. أما المسنون فهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. أما المكروه فهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. أما المباح فهو ما يستوي فعله وتركه. بارك الله فيك يا شافعي، حددت التكاليف بعد أن كانت متداخلة ومبهمة. وكما قلت من قبل، ليس كل إنسان مكلفا بأمور الشريعة، ولكن المكلف ينبغي أن تتوافر فيه شروط 3: أولها العقل، ثانيها البلوغ، ثالثها العلم. والعلم قسمان: عام وهو ما لا يجهله المسلم، مثل الصلاة والصيام والزكاة وحج المستطيع.
فهذه الفروض جامعها يعلمها المسلم بالضرورة، ولا يقبل منه الجهل بها. وأما العلم الثاني فهو علم الخاصة، وهو ما يحتمل التأويل والتفسير، وهذه المرتبة من العلم يكلف بها الخاصة وحدهم، والناس يسألونهم عنها. يقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. انتهى درس اليوم. هل هناك من أسئلة؟ عندي سؤال لا يتصل بالدرس، ولكنه يرتبط بك يا إمام. هات ما عندك. مات أخي بعد أن أوصى بثلث ماله لأعقل الناس في هذا البلد دون أن يحدد شخصا بذاته. أحسب أنك أعقله، أجيء لك بالمال الموصى به. وما أدراك أني أعقل الناس في هذا البلد؟ ومن غيرك يا إمام؟ من غيرك أعقل الناس؟ أعقل الناس هم الزهاد المتفرغون لعبادة الله، لا يصرفهم شيء عنها. ابحث في بغداد عن أزهد من فيها وأعطيه المال الموصى به. أعرف واحدا يقيم على مقربة مني، يعيش على لقيمات قليلة ويلبس أخشن الثياب، ولا يشغله شيء عن ذكر الله بليل أو نهار. هذا هو من يستحق المال. عفوا يا إمام، ولكن هذا الرجل خامل الذكر، لا يعترف أحد بقدره ومكانته ولا هو نفسه، والمال كثير يزيد عن 1000 دينار. أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم تجد دارا يا شافعي تستأجرها؟ يا حمدة، لا يكاد صاحب الدار يعرف أن المرأة وابنتها سوف تقيمان وحدهما حتى يتعلل بالأعذار. الفتاة وأمها تتحرجان من الإقامة معنا هنا. وأنا كذلك يا حمدة، أشعر بحرج بالغ. أنت وعثمان تقضيان النهار خارج الدار، وهما معي طيلة اليوم، لا أضيق بهما، بل أجد فيهما ما يؤانسني. أنا أفكر في الأمر بمنظور آخر يا حمدة. مسلمة ترتاح لعثمان، وهو أيضا يرتاح لها، وكان يعتزمان الزواج لولا غيبة الأب. وما في ذلك يا شافعي؟ من قواعد الفقه عند الإمام مالك ما نسميه سد الذرائع، بمعنى إغلاق السبل أمام كل ما يؤدي إلى الحرام. الفتاة تقية صالحة، وهي لا تنقطع عن دروسك في مسجد بغداد، وولدك أنت أعرف به لا يقارب الحرام. ذلك أدعى للحفاظ عليهما من وساوس الشيطان. عثمان على كل حال يرحب بالزواج، بل ويستعجله، لقد تحدثنا في هذا الأمر منذ بضعة أيام. أعرف ذلك يا حمدة، ولكني لا أحب أن أزوج الفتاة دون رأي أبيها. أبوها غائب ولا نعلم متى نجده. ألا تتزوج ابنة الغائب؟ بلى يا حمدة تتزوج، والحاكم ولي من لا ولي له. وما يمنع من زواجهما إذن؟ أشعر أن بشرا لا يرحب بزواج ابنته بابن الشافعي، فقد كنا على خلاف دائم. وما أدراك أنه لا يرحب؟ وما أدراك أنه حي يرزق؟ لقد انقطعت أخباره منذ ترك بغداد. يا حمدة، عودي إلى سؤال مسلمة وأمها، فإن رغبتها في إتمام الزواج رفعنا الأمر إلى القاضي. على بركة الله. وهكذا من أفطر أياما من رمضان لعذر سفر أو مرض قضاهن في أي وقت يشاء قبل أن يأتي عليه رمضان آخر، وله أن يقضي هذه الأيام متفرقات أو متتابعات، لأن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يذكرهن متتابعات، وهذا بخلاف صوم كفارة اليمين فهو متتابع، والله أعلم. هل منكم من يريد السؤال عن أي شيء آخر؟ سل المفتي المكي هل في تزاور
وضمة مشتاق الفؤاد جناحه. أقول معاذ الله أن يذهب التقى، تلاصق أكباد بهن جراح. ما هذا يا شافعي؟ أتفتي شابا كهذا بمثل ما تقول؟ يقصد الفتى سؤالك هل يقبل ويضم فتبيح له ما حرم الله؟ ألا تستحي يا إمام ونحن في شهر رمضان المعظم؟ أين حرمة هذا الشهر الكريم؟ لا تتعجبوا يا إخواني، فما قلت ولا أفتيت بشيء يخالف شرع الله. تتوهم أن أحدا لا يعرف شرع الله غيرك؟ هذا الفتى تزوج منذ أيام ودخل عليه شهر الصيام، يسألني هل يجوز له أن يقبل زوجته ويضمها وهو صائم؟ فأفتيته بجواز ذلك. وكيف عرفت؟ أباح القبلة أثناء الصيام كل من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة والشعبي. أقصد كيف عرفت أن هذا الشاب تزوج حديثا؟ عرفت ذلك من ملامح وجهه ومظهره وملبسه وطريقة سؤاله، وما أظن فراستي خابت. أصاب شيخنا، فقد تزوجت قبل أسبوع واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا شافعي، تأخرت عن مجلسك. لا عليك يا ابن حنبل، تفضل. بسم الله. نعود ونستكمل حديثنا عن مصادر الفقه في الإسلام، ونتكلم عن الإجماع، ونقصد بالإجماع إجماع علماء الأمة على شيء بالصحة أو الفساد. ورأيي أن الإجماع يأتي بعد الكتاب والسنة، وهو مقدم على القياس. ما هو الأساس الشرعي الذي يجعل إجماع المسلمين من مصادر الفقه؟ أليس عندك يا ابن حنبل من الأحاديث النبوية ما يجيب على هذا السؤال؟ عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد وهو من الاثنين أبعد. وحديث آخر يقول فيه: من فارق الجماعة قيد ذراع فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ما المقصود بالإجماع؟ أهو ما يجتمع عليه عامة المسلمين أم ما يتفق عليه علماء المسلمين دون غيرهم؟ ما دام أساس الإجماع هو الوصول إلى رأي بتحديد الحلال والحرام، فالمقصود هنا إجماع علماء المسلمين وليس عامتهم. ذكرت لك يا شافعي سند الأخذ بالإجماع من الحديث النبوي، فهل أجد له سندا في كتاب الله عندك؟ أعذرك في هذا السؤال يا ابن حنبل، فلقد قرأت القرآن أكثر من 300 مرة حتى استوقفتني هذه الآية التي ترد على هذا السؤال. يقول تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. ومفهوم هذه الآية الكريمة أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وبالتالي فاتباعهم واجب. نفعنا الله بعلمك يا إمام، نفعنا الله بعلمك. بالله عليك يا ابن حنبل لا تخذلني في هذا الرجاء. يا شافعي، أنت تعرف أنني لا أحب التردد على مجالس الخلفاء. ليس هذا مجلس ترفيه أو لهو، ولكن المأمون يعقد مناظرة بيننا وبين أصحاب الكلام، ومن واجبنا أن ندلهم على الصواب. ذلك لو كانوا يجهلونه يا شافعي، ولكنهم يعلمون الصواب ويريدون أن يضلوا الناس بآرائهم وأفكارهم، فأي جدوى من الحوار والمجادلة؟ ألم يكن الحق واضحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو عباد الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحد، وظل مع ذلك يدعوهم ويجادلهم 13 عاما؟ ألا نقتدي به يا ابن حنبل؟ لا أظن أن أصحاب الكلام يتراجعون، فهم قوم يحسنون الدفاع عن الباطل. نحن لا نذهب بهدف إقناعهم لهم، ولكن نسعى
لإقناع المأمون قبلهم حتى يتخذ موقفا حاسما كما فعل أبوه وأخوه. وأنا أشعر أن المأمون يريد الحوار في حضرته حتى يحدد موقفه من الخصومة بيننا وبينهم. أنت يا شافعي صاحب حجة ومنطق، وتستطيع وحدك أن تبطل ادعاءهم، ولكنني أحتاج إلى وجودك معي. سوف أمر عليك لنذهب سويا عندما يحدد المأمون موعد المناظرة. أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا أمير المؤمنين إذ جئت بنا لتسمعنا بعد أن كنا مطاردين. إنما أردت أن أسمع الحجة. غلبة القوة تزول بزوالها، أما غلبة الحجة فلا يزيلها شيء. نعم الرأي يا أمير المؤمنين. أنصار الحديث والسنة يرفضون ما تتحدثون به، فماذا تقولون في ذلك؟ سلام